ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير دايما، واتمنى اللي بقدمه دايما يعجبكم وجبر الخواطر على الله. النهارده راجعه لكم بطريقه حلوه قوي للفراخ. طريقه سهله وبسيطه. ممكن بدل ما تحمري الفراخ في الزيت، للناس اللي معدتهم تعبانه بتبقى دي الطريقه دي سهله وبسيطه جدا. طبعا انا سلقت الفراخ زي ما انتم شايفين، وحاطه بصل بيتكرمل على النار، وهقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. ومعايا طماطم، ومعايا قرنين فلفل، سواء حار او كوب يعني بارد، ومعايا قرن فصين توم، وحاطه البصل على النار. هنشوفه دلوقتي هنعمل ايه. الطريقه دي بتبقى سهله جدا جدا. ممكن تحطيها الحباش دوت، ممكن يتاكل برز، يتاكل بحاجه. ولو عايزه ما تحمراش في الزيت، بتبقى بسيطه جدا جدا، وبتبقى خفيفه كمان على المعده. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. حبايبي، زي ما انتوا شايفين دول حوالي بصلتين او 3 زي ما انت عايزه، ماشي، متكرملين اهو. هحط عليهم ايه؟ ملح، بابريكا، فلفل اسمر، بهارات، كمون، حبه كزبره، ماشي. هنقلب كده مع بعض. وهننزل بقى بالطماطم والفلفل. الطريقه دي خفيفه جدا للي مش بيحب اللي هي الفراخ طبعا تبقى في الزيت، عشان ما تشربش زيت معاكي. طريقه حلوه. ودي الحباش ده كمان ممكن بيتاكل برضو، بيتاكل بحبه رز، بيبقى طعم البصل والبصل بيبقى طعمه حلو قوي فيه. هنحط طبعا حبه سكر، يعني اقل من نص معلقه. عشان يطلع الكرمله بتاعت السكر معاكي، وعشان الطماطم كمان. الحاجات دي بتخلي السكر ده بيخلي البصل يطلع الكرمله، وبيخلي الطعم مسكر كمان. هنحط لها طبعا حبه ميه صغيرين لحد الطماطم دي ما تدبل شويه، وهرجع لكم تاني. الخليط بعد ما اتسبك، طبعا انا مخليها نصه في الصينيه زي ما انتم شايفين. الطماطم اهيت كله نزل ميته طبعا، وانا قصدي اخلي فيها حبه ميه كده عشان لسه هحطها في البوتاجاز طبعا في الفرن. ريحتها جميله جدا جدا، وطريقه سهله هتوفر معاكي ان انت تقلي بقى وتحمري والكلام ده كله اهو. زي ما انتم شايفين كده حبايبي. نوزع بقى ايه الخليط اللي احنا ايه سايبينه، توزعي عليه كده. طبعا انا مش هرش زيت ولا هعمل حاجه. احنا اصلا عاملينها كده في الفرن علشان ما ناخدش زيت، لان بصراحه الواحد يعني ايه الزيوت دي بيحاول يقلل منها شويه. هتتحمر بقى وتبقى جميله، وهوريها لكم ان شاء الله. هنحطها في الفرن، وما تطلع ان شاء الله اوريها لكم باذن الله حبايبي. يا حبايبي، الفراخ بعد ما طلعت من الفرن زي ما انتم شايفين كده، فيها صوصيه وجميله ومتحمره، لا فيها زيت ولا فيها اي حاجه، وخفيفه جدا على المعده. ممكن تقدميها معاكي جنب رز. انا عامله رز حبايه وحبايه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. اتمنى ان هي تعجبكم وتنور رضاكم، وجربوها تعجبكم جدا. خفيفه جدا 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 على المعده، خفيفه وما فيهاش ادام كتير، وما فيهاش دهنيات كتير. لحبايبنا بقى اللي بيعملوا دايت واللي هم مش بيحبوا الادام كتير زي انا، ما بحبش عامه
الزيوت والحاجات دي كتير جدا في الاكل، ما بحبهاش. اتمنى ان هي تعجبكم وتنال رضاكم، وتجربوها بطريقتي وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. ولو الفيديو عجبكم ما تنسونيش بقى في اللايكات والتعليقات. ربنا يكبر بخاطركم وحبايب قلبي، واشوفكم على خير حبايب مطبخ عزة واكلاتها المصرية. مع السلامة.